اجي نسافروا مع خويا ابره ترافلر وبالضبط لايران. مرحبا بكم في الكونسيبت ديال اجي نسافروا. في هذا الكونسيبت هذا غادي نتفرجوا في بزاف ديال الدراري اللي كيديروا ديفلوب، وغادي نحاولوا ناخذوا القرار من عندهم انه واش هذه البلاد صالحه انه نسافروا ليها او لا. غادي تكون عندنا واحد لا ليست غنجمعوا فيها اكثر من 15 دوله اللي غادي نمشيو لها في المستقبل وما بقاش ليها بزاف. وفي هذا الكونسيبت نتوما اللي غادي تعاونوني باش نعرف هذه البلاد واش مزيانه ولا ما مزياناش. غنديروا التقييم لهذه البلاد على 4 ديال النقاط: الماكله ديالها، التنقل، السكن والناس ديالها. اليوم خويا ابراهيم مشى لايران. دابا مثلا خديت السيم كارد ما عقلتش حتى الثمن باش خديتها، حتى الصرف يقدروا يكونوا نصبوا عليهم. خديته ب2 مليون و390 الف. شحال ساويه هذه؟ باش تمشي لايران تولي مليونير. الفلوس ديالهم كثار. كيجبدوا ما تعرفوا. ما عرفتش يا خويا بغا يتصل عليك. انا ما عرفتش شحال خد على المهم، ولكن كيبان اتحرمت يا معلم. ولك سافرت الى ايران حاليا خالفت كل توقعاتي تماما. غنسافر لايران. توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل بدفع الثمن باهظا. فجر اليوم نفذت إيران ردا مباشرا على إسرائيل بمسيرات وصواريخ. انا كنظن انه من هذه البدايه هذه دونك غادي يحاول يعرف الطبيعه ديال هذا الشيء. هو راه ماشي بوليسي ولا مخابرات ولا هذا، غير غادي يحاول ينقل لنا الصوره. دونك منين بدا بهذه البدايه هذه دونك راه غادي يقدر يقول لنا شي حاجه واخا غير معلومه. President and its foreign minister crashed in the northwest of the country in thick fog. عن اللحظات الأخيرة للرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أعلنت إيران رسميا وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي. اليوم انا مسافر لدوله ايران، واحد الدوله اللي كتبقى غامضه وما كنسمعوش عليها بزاف ديال الاخبار، والاخبار اللي كتجيني غالبا كتكون اخبار سياسيه. خويا ايران راه ديما مبلبله مع اي واحد، مع المسلمين مع اللي ماشي مسلمين، مع كلشي مضاربه معاهم. الصوره على هاد الدوله هذه، ولكن شنو هي ايران كشعب وكثقافه وكيفاش دايره الاجواء في هذيك الدوله؟ واش السفر فيها سهل صعيب؟ واش هي دوله رخيصه ولا غاليه؟ وما عرفتش الصراحه واش الوفاه ديال الرئيس ديالهم. باش تعرفوا انه كاع الناس اللي عزيز عليهم السفر كينقطوا البلدان اللي باغيين يمشيو ليهم على 4 ديال هاد النقاط اللي دوينا عليهم في الاول، اللي انا بغيت نقط هذوك البلدان كاملين بنفس الطريقه. الشيء علاش ما عرفتش واش غادي يكونوا شي اجراءات مختلفين بسبب الاحداث اللي وقعوا مؤخرا. زيد عليها انني جايب معايا درون، وهذه واحد الحاجه اللي كتكون حساسه في دول بحال هادو. درون غيصيفطوك اخويا ابراهيم. اخويا نتمناو ما يكون والو ان شاء الله. وفي هذه الظرفيه بالخصوص، وهذه صراحه واحد الحاجه اللي مبرزطاني خصوصا في الدوله بحال ايران. اش غادي نشوفوا واش غادي يخلوني ندوز بها ولا لا. انك مسافر لايران هادشي كيعني انه ضروري خصك توجد بزاف ديال الحاجات، واللي من بينهم الدولار الامريكي، حيت البطائق البنكيه ما كيشتغلوش في ايران بسبب المشاكل اللي كان بين ايران وامريكا. وانا ما عرفتش علاش فيما كتكون شي بلاد فيها الصداع ولا فيه شي مشكل ولا شي حاجه كيكون عندك مشكل في لاكارت، مشكل في كل شيء. علاش هذا المشكل بالضبط؟ زيد عليه انه ضروري خصك توجد واحد في بي ان، حيت اغلب المواقع الاجنبيه ما كتشتغلش في ايران، مواقع السوشيال ميديا، مواقع ديال الفنادق، الطيران. هادشي علاش خصك تكون باري في بي ان باش ما تلقاش مشكل تما. دابا ساليت الاجراءات بسبب انكم غادي يسولوني على المسافرين اللي كانت معايا. هي مشات لجورجيا، هذه غير واحد المعلومه. الحوايج اللي نسيت ما قلتوش لكم الاخوان هو انه السفر خاصك تعرف واش كتوصل للمطار ديال ديك الدوله واش كاين شي تعنكيشه، واش كيزيروا اكثر من البلدان الاخرين. من بعد ساعتين وصلت هنا لانقره، حيت من هنايا عندي الطياره لايران ماشي من اذربيجان، حيت من تما ما كاينش خط مباشر. علاش لقيت ارخص طياره من اذربيجان لطهران هي هذه اللي فيها الاسكال هنا في انقره. فكرت انني نهبط في انقره ندوز فيها واحد النهار بما انه عمري مشيت ليها، ولكن قلت نمشي ديريكت لايران. الاخوان باش زوين ويا ابرا هو انه كيعيشك التفاصيل ديال الرحله، كيفاش غادي يدوز، كيفاش هاد البلانيت كاملين، فهمتيني، كيفاش غيتنقل من ديك البلاد للبلاد، فهمتيني. شي حاجه اللي ما هياش، الا كانت شي تعنكيش غادي زعما جايه مع الطريق غادي يقدر يعطيك شي معلومه اللي غادي تنفعك ديال بصح. واخيرا في الاراضي الايرانيه صراحه داكشي في المطار دا ساهل اكثر من داكشي اللي كنت متوقع. الناس كتضحك معاك عادي جدا. اول حاجه في المطار كيخصك تاخذ تامين وكيخصك تخلص على الفيزا. هذيك الورقه اللي قلت لكم كتخرج هذيك غير الموافقه كتجيبها هذيك الاجونس ديال السفر، كتخلصهم هما على الخدمه ديالهم، ومن بعد خصك تاخذ الفيزا هنايا. بالنسبه للفيزا خلصت على تقريبا 37 دولار، وبالنسبه للتامين خلصت عليه 14 دولار. عرفتوا مع مناعش منظم ممر ديال بصح. المهم دابا كنتصل الطاكسي
استعملت واحد الابليكاسيون اللي معروف عندهم هنايا سميتو سناب. هاد سناب هذا كتقدر تبوكي به الطيارات، التران، الماكله، كل شيء واحد. تا خويا ابره انت راه كدير الاشاره بزاف فابور اصاحبي، تا دوي مع بنادم اصاحبي يدير لنا اشارات. كيبقى لي فيه كل شيء. هنا ما كاين لا اوبر لا كرا ولا حتى شي حاجه. عندهم سناب العملاء عندهم هنايا واحد العملاء اللي مخربقه ديال بصح. دابا مثلا خديت السيم كارد ما عقلش حتى الثمن باش خديتها، حتى في الصرف يقدروا يكونوا نصبوا عليا. تلقى حاجه بسيطه وكتلقى فيها الملايين الزيرويات. الشاشه غادي خصني شويه ديال الوقت باش نتادابط مع العملاء ديالهم. بحال مثلا هاد السناب هذا دابا بالبلان ما قالش لينا دابا العمله شحال دايره مقارنه بالدرهم ولا مقارنه بالدولار، ما عطاناش هاد المعلومات. خديته ب2 مليون و390 الف. شحال ساويه هذه دابا تمشي لايران تولي مليونير. الله اعلم. ها هو الضريبه ديالنا ناشط. شوف البلاد كتعرف غير من دخل المطار وهذاك السائق ولا الدرايفر اللي كيوصلك ديك البلاصه فين يسكن. الا دازو هاد جوج هادو مزيانين عارف بلي راه غادي تلقاو مشكل في ديك البلاد. 6 ديال الصباح ولكن الشمس طايبه ديال بصح. تخيل معايا الوحده وجوج ديال النهار. علاش ما كاين غير التيشيرتات عاوتاني. كنحاولوا الاخوان دابا نشوفوا فرقان هو الطريق بحال شي صراحه طوموبيلات وداك الشيء زعما باقي قدام شويه، الطريق قديمه شويه، ماشي بحال لي فيديو اللي شفناهم اخرين اللي غادي نديروا عليهم رياكشن من بعد. كاين بلدان اللي كتلقاهم احسن من المغرب فهمتيني، هما مرات تقريبا نفس القيمه ديال المغرب ولكن هما كيبان لك ان الطوموبيلات عندهم واعرين، الهندسه المعماريه زوينه وداك الشيء كامل. هاد الفلوس ديالهم كثار. كيجبدوا ما تعرفوا ما عرفتش يا خويا بغا ينصب عليك. اوكي ثانك يو ممنون. هذا ثانك يو ممنون. هذا البلان هذا خويا ابرا ديما كيشوف المعلومات زعما كلمات جداد باش هذا يلا سمعنا ممنون ولكن ما علمناش. نورمالمون ديما كيقول لنا راه مثلا شكرا شنا هي، السلام عليكم شنا هي، هذا اللي وقع حيتاش باقي يلاه دخل البلاد. انا ما عرفتش شحال خدا المهم ولكن كيبان اتحرمت يا معلم. الانسان اللي ما غاديش يسرق انا ثقت فيه. والصراحه هذا خونا كيضحك بعدا تيق فيه، ماشي بحال واحد الفيديو اخر جاي ما غاديش تثق في واحد خونا وغادي المهم واحد جاي واحد الفيديو غادي يعجبكم. دونك اليوم الثاني نيشان، دونك الاول داز غير السفر المطار راكم عارفين. كون في ايران ارض الفرس، ارض الحضارات، واحد البلاد اللي عنده ثقافه وتاريخ طويل. ايران كتعرفها دائما بلاد الفرس، ولكن باش ما يقصوش الاعراق الاخرين قرروا انهم يبدلوا السميه ديال الدوله ويرجعوها ايران. اليوم انا في طهران غادي نخرج نكتشف هذه المدينه، نشوفوا الشعب الايراني، نشوفوا الاكل الايراني، نشوفوا الاجواء الايرانيه. دابا غيدخل عندنا التيران، داكشي اللي باغي نعرفوا من هذا الفيديو هو اللي غيعطيني هذا. غادي نشوفوا واش كاين الامان هنا بالنسبه للمسافرين خصوصا في الظرفيه الحاليه من بعد الاحداث اللي وقعوا مؤخرا. وغادي نشوفوا كيفاش دايره الحياه في ايران بعيدا على الاخبار اللي كنشوفوا في التلفازه ولا في السوشيال ميديا. واحد الحاجه تبقاو تشوفوها بزاف هنايا الا جيتوا لايران في هذه الفتره هي بحال هاد الرايات هادو اللي كيبانوا لكم ورايا، رايات كحل حيت مازالين دايرين الحداد على الوفاه ديال الرئيس ديالهم. وحتى في الشارع تبقى تلقاو التصاور ديالو بحال في الجنب ديالي هنايا. حتى ملي كنت جاي من المطار اجي واش مات شحال من واحد زعما معروف عندهم من غير رئيس